السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي نفوس هادئة. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن موضوع بيهمنا كلنا، موضوع إزاي تتقبل نفسك زي ما أنت كده. إحنا دلوقتي في عالم مليان مقارنات، وفي زمن كل واحد فينا شايف نفسه وبيقيس نفسه بغيره. من كتر ما بنشوف حوالينا صور أحيانا بتكون مش حقيقية، ونجاحات لأشخاص أحيانا بتكون متفلترة ومش حقيقية، وضغوط بتقول لنا كل يوم لازم نبقى أحسن، لازم نتغير، لازم نبقى نسخة تانية. بس خليني أقولك، أنت مش محتاج تبقى حد غير نفسك. أنت محتاج تتقبل نفسك زي ما أنت. ومش معنى إنك تتقبل نفسك إنك توقف تطور، ولا معناه إنك ترضى بالغلط. تقبل نفسك يعني تعترف بحقيقتك، تشوف عيوبك من غير كره، تشوف مميزاتك من غير ما تستصغرها، ودايما تحدث نفسك وتقول أنا إنسان، بغلط، بتعب، وأحيانا بقع وبقوم، وده طبيعي. إحنا تعودنا دايما نقارن نفسنا بالناس، نقارن بدايتنا بنهاية الآخرين، نقارن تعبنا بابتسامتهم. رفضنا نفسنا ممكن لأن في يوم حد قال لنا كلمة وجعتنا قوي، أو موقف خلانا نشك في قيمتنا، أو فشل واحد خلانا نصدق إن إحنا فاشلين. لكن الحقيقة مفيش كلمة ولا موقف ولا تجربة تقدر تختصر قيمتك. أخطر حاجة تعملها في نفسك إنك بتفضل تحارب نفسك، تبقى عايش في صراع داخلي مستمر. دايما داخلك صوت بيقولك ليه أنا كده، ليه مش زيهم، ليه أنا ضعيف، ليه بتأثر. وإنت عكس ذلك تماما. إنت مش ضعيف ولا فاشل، إنت بتتعلم ومش بتتأخر. إنت ماشي بالسرعة اللي بتناسبك إنت. تقبلك لنفسك هو أول خطوة للتغيير الحقيقي، لأنك عمرك ما هتعالج حاجة وإنت كارهها، ولا هتصلح حاجة وإنت كارهها. لما تتقبل نفسك هتتعامل مع أخطائك بهدوء، هتتعلم بدل ما تنهار، هتقوم بسرعة بعد كل وقوع. ما تستناش اعتراف من الناس عشان تحس بقيمتك، ولا تستنى حد يسقف لك عشان تصدق نفسك. اعرف ان قيمتك ثابتة، مش بتزيد ولا بتقل برأي حد. انت كفاية لانك بتحاول، كفاية لانك بتقاوم، كفاية لانك لسه مكمل رغم تعبك ورغم الظروف اللي بتحيط بيك. اتقبل دايما شكلك وشخصيتك. شكلك مش مشكلة، وشخصيتك مش عيب، طريقتك مش غلط. مش كل الناس لازم تكون جريئة، ولا كل الناس لازم تكون اجتماعية، ولا كل الناس لازم توصل بسرعة. في ناس بتوصل بهدوء، وفي ناس بتنجح في صمت، وفي ناس تانية قوتها في صبرها. فسامح نفسك على قرارات أخدتها وانت ما كنتش فاهمها. سامح نفسك على ثقة منحتها لناس ما تستاهلش. وسامح نفسك على وقت ضاع لأنك اتعلمت منه. انت مش مطالب تعيش في ماضي وتسجن نفسك فيه. انت مطالب تتعلم منه عشان تتقبل نفسك بعيوبها. ولو محدش قالك قبل كده الكلام ده، انا هقوله لك. انت كفاية، انت تستاهل الحب، خصوصا من نفسك. اتقبل نفسك زي ما هي، وحاول تطورها للأحسن. لأن تقبل نفسك مش ضعف، ده قوة.
ابدأ من النهاردة، عامل نفسك بلطف، وحدث نفسك دايما كلام كويس إيجابي، لأن أطول علاقة في حياتك هي علاقتك بنفسك. ولو الدنيا قست عليك والظروف كانت حواليك صعبة، أو كتير من الناس خذلوك، أو حسيت إنك لوحدك، افتكر دايما إن نفسك محتاجة منك احتواء مش قسوة. تقبلك لنفسك مش معناه إنك هتفضل زي ما انت، لكن معناه إنك هتتغير من غير ما تكره نفسك. وافتكر كمان إنك إنسان محتاج تعيش بمشاعرك، بتعبك، بمحاولاتك، ومش تستاهل تعيش في سلام مع نفسك دايم. انت كفاية. تقبل نفسك زي ما هي مع العمل على تطويرها. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.